اولا وقبل كل شيء انا كنت كنمشي بوحدي، الجماهير ما كثرت حتى لقطر وروسيا، قول من روسيا. هاد الجماهير اللي كتشوفها كتجي الله يكثر من التلا، انا فرحان بهم، ولكن راه كان لهم عمل هاد لان ماشي كنقصد الجماهير مساكن، حنا الجماهير ذاك الانسان اللي خلق هاد الجماهير جعلها تبع الكره المغربيه، اكثريه بغاو يولوا بحال الظلمي اكثريه، وانا كنشكرهم ماشي ضدهم ولا شي حاجه. هاد الجماهير راه خصهم النتائج، خصهم ان شاء الله، والنتائج كاينه ماشي الحمد لله. الكره طالعه اللي هو اللي بحال فوتسال الحمد لله. هذا الكوب جاو متابعين، ها كاس العالم ديال البنات ما بين عام، الاولمبياد راه واخا يكون البشر كله فلوس ما بينهمش ديك 4 سنين عامين، كل ساعه تنظيم. اذا هاد الناس مع الدخول المدرسي، مع داز الكبش العيد وهادي راه بزاف على الناس، لان الا بغيت تجي لاوزبكستان راه خصك 1 المليون ديال الطياره ولا 1,040,000 ريال، خصك ما تصرف هنا ما كاينش الجاليه تقول واحد كاين راه ما يعطيك يجيبك. اللي بغيت نقول هو ان كلنا مع السيد كيك هشام ان شاء الله في السراء والضراء، والظلمي راه ماشي عاد اليوم، راه كنت كنمشي بوحدي راه عارفينها الناس، ولكن الظلمي ما 61 عام، مرض السكر مرض القلب، ولكن ما تكرمتش، ما تعطاتنيش. كون جيت في شي دوله اخرى ولا الحمد لله غادي يعطوني الجميل ديالي، ماشي انا الوطن ليس له ثمن، غنبقى نشجع حتى نموت، لان الا ما تجازيتش الله كيجازيك. لانني انا كنشر رايه المغرب، كنشر الوطنيه. علاش؟ لان سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد الفتن، انا هذا هو العمل ديالي، بغيت تلمت نخلي بلادي بدون حروب وبدون فتنه، الله غادي يجازيني، والحمد لله. الى تسد باب كيتحل الباب، لان الله مجازي، عاطيني حب الناس، عاطيني الناس يقول اش خصك، نقطعوا لي يجمعوا لي الطياره صيفطوني، الله يجازيهم بخير الجاليه المغربيه وبعد المغاربه في المغرب، والحمد لله. لولا هما ما غنوصلش هنا، ولولا هما كما كنت ميسور الحاله وطاحت بيا والله تنموت بالجوع. وشكرا للجاليه المغربيه في العالم والمغاربه في المغرب، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك، والصحراء مغربيه وتبقى مغربيه من اوزبكستان. فيف اوزبكستان، فيف مروكو. وتنقول السي الركراكي كلنا معاك، ولكن العاطفيه حيدها، وراه ان شاء الله انت هو المدرب اللي غتبقى حتى الكوبا افريقيا ان شاء الله. كوبا افريقيا تبقى في المغرب، والتاهل للميريكان هذيك غادي يكون ان شاء الله، بغينا نتيجه ايجابيه في ميريكان ان شاء الله. وحنا مع السيد كيك، ولو تكون اولا او ثانيا او ثالثا او رابعا، لان ديجا اول مونديال حضرنا لفيتوانيا ما كانت حتى واحد تعرف فوتسال، هما دابا الناس ولاو يعرفوها، المغرب انتشر عالميا. وشكرا للسيد كيك لانه ما فضلش الملاير ديال الخليج، عطاوه الملاير، قالوا له اجي قابلنا في راقينا، هو مسكين قانع تيبغي الوطن. انا ذاك السيد كنموت عليه، السي هشام كيك، فيه الاحترام، الادب، التواضع، الله يطول لي عمره في هذا النهار وحنا معاه، والله يطول العمر جميع المدربين. وشعارنا الدائم الله الوطن الملك، فيف لي ليون دي اطلس، فيف لو غوا. شكرا للسيد القجع على عمله، انا كنبغي القجع على العمل ديالو، شكرا ليه، والعمل راه غادي مزيان. وفيف لو ماروك، وان شاء الله الدومي فينال غيجيو المغاربه، فيف لو ماروك.